المصري يفوز على الزمالك بهدف احرزه محمد الشامي. مباراة بصراحة يعني عظيمة جدا من الكابتن علي ماهر. قدر ان هو يخنق لعيبة الزمالك كده بلغة الكورة بصراحة، لكن جوميز ما قدرش ان هو يتعامل في المباراة. وانا بوجهة نظري التشكيل بتاع الزمالك، وخصوصا ان انت بتلعب بعبد الله السعيد تحت ديت، يعني بصراحة مش مع جوميز فيها. عبد الله السعيد اديله حرية، ده عبد الله السعيد كان بيدافع في المباراة. واحنا بنتكلم في حلقتنا، ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف كل جديد مع اخوكم يوسف. عندنا هنا كل جديد في كل جديد باذن الله. المباراه بصراحه يا جماعه الشوط الاولاني يعني الاطلاق، تخيل ان الزمالك ما راحش غير بكورتين اتنين بس، وابرزهم طبعا كره مشلاك اللي ادارها. وانا حاسس ان مشلاك لسه يعني بلغه الكوره كده لسه ما تأقلمش في التيم يعني تحس كده في لعيبه كده تخش في الفرقه وتخش في اجواء الدوري المصري او اجواء الفريق بالسرعه. لكن مشلاك لا، هو عنده كتير. في الشوط الثاني كان احسن وكان سريع وكان بيتحرك بشكل قوي جدا. الجنب اليمين طبعا شيكابالا خرج بسبب الاصابه. لكن يعني انا شايف ان النهارده ان الزمالك ما قدمش مباراه بصراحه كويسه، رغم استحواذ الزمالك في الشوط الثاني وسيطرته على احداث المباراه. لكن علي ماهر تعامل بشكل كويس، وحتى الهدف اللي احرزه محمد الشامي بصراحه. ايه المساحات دي يا جماعه؟ يعني جوميز ما كانش بيفتح بالطريقه دي كده، وكان دايما الخطوط كلها قريبه من بعض. انت النهارده الزمالك يعني حتى في الهجمات اللي بيقودها او بيبداها من تحت، عمليه البناء او البيلد اب سواء عند حسام عبد المجيد او المسلوسي، في بطء كبير يا جماعه، في بطء كبير ايه ده؟ حتى دونجا برضه النهارده تحس فيه عصبيه وفي تدخلات عنيفه لا. طب فين الشوط النهارده؟ انت المباريات اللي زي كده وعامل لك زون ديفنس والخطوط كلها قريبه من بعض، كان ممكن حل من ضمن الحلول ان انت كنت ممكن تشوط وتخلص. لكن كل الكلام ده ما كانش موجود النهارده. قرايه غير جيده من جوميز للجيم، تنظيم احسن من علي ماهر، اكثر فاعليه على المرمى، اكثر خطوره على المرمى بصراحه. فقدر الحقيقه ان هو ياخد اللي هو عايزه، خطف جول. طبعا يسال عليه محمد عواد اللي هو طلع ورجع. طب انت طلعت ورجعت، طب انت اعتمدت على بعض انت وعمر جابر. وعمر جابر طبعا يسال عليه، راجل متقدم خالص داخل لجوه. طب والراجل ده من وراك انت فين؟ انت مش شايفه؟ ده راجل من وراك وراح جاي حط الكره بمنتهى السهوله، وعواد طلع ورجع. المفروض ان في سين او في تناغم ما بين الديفنس وما بين حارس المرمى، يكون في كيمياء ما بينهم. طب انت طلعت عواد ورجعت، ما لازم يكون في كيمياء ما بين الخطين. لا لكن بصراحه انا بشوف ان هو المصري قدم شوط اول عظيم، والشوط الثاني المصري قفل وحقه طبعا. وانا توقعت كده ان هو يبدا يشتغل على الكونتر اتاك والهجمه المرتده. اما نزل فخر الدين بن يوسف ونزل يوسف الجوهري وعمرو سعداوي، خلاص انت نزل عمرو سعداوي للناحيه الثانيه. اما جوميز نزل زيزو عشان يقفل الجبهه دي، عارف ان زيزو سريع وخبرات طبعا وهيزق الفرقه للناحيه الثانيه. لكن الزمالك حتى مع التغييرات اللي اجراها ايضا جوزيه جوميز في الشوط الثاني، نزول في الشوط الاول بسبب الاصابه مشلاك بدل شيكابالا، والجزيري وحسام اشرف وزياد كمال. لكن هو ما حسناش ولا حسام اشرف ولا الجزيري. ليه؟ لان الزمالك بيبدا الهجمه من تحت بطيء قوي، مفيش سرعه في الاداء، مفيش يعني تحس كده ان الشخصيه مش موجوده. شخصيه الزمالك النهارده في الشوط الثاني مش معدومه، مفيش. رغم الفرص ورغم الاستحواذ، لكن مفيش فرصه حقيقيه نقدر نقول للزمالك ان هو يقدر يترجمها في خلال الشوط الاول. وانا بشوف بقى بلاش يا جماعه حته بقى التحكيم والحكم بقى مش عارف، بص الفاول ده ايه، وبص دي ضربه جزاء، لا دي تسلل، حقي وحقك وبتاع. لا مش هينفع كده يا جماعه، الكوره مش هتبقى كده. لازم نصدق الكلام ده، ولازم نكون على درايه بالكلام ده، ان دايما كره القدم الاخطاء التحكيميه جزء من الرياضه في كل العالم كله. احنا شفنا الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت ليفربول خسر نقط قد ايه بسبب الاخطاء التحكيميه يا جماعه، ومحدش يتكلم ومحدش بقى طلع واتنطط في الاعلام والكلام ده كله. لكن هي بصراحه مباراه من وجهه نظري يستاهل الفوز النهارده. المصري كابتن علي ماهر قدم مباراه عظيمه، وبهذه النتيجه الزمالك كده يعني فرط في هديه
كان مقدمها له النادي الاهلي امبارح بعد تعادله. كده بهذه النتيجه يرتفع رصيد المصري لسبع نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط. ولسه الدوري هيولع يا جماعه، بالذات في النظام الجديد او النظام الاستثنائي لهذا الموسم في الدوري المصري الممتاز. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.